الحكايه فيها ان احنا كنا من فتره اتكلمنا ان في واحده ست كان معاها طفلين، جت في وسط الشارع ورمتهم وسابتهم ومشت. من هنا الاهالي اتجمعوا مع بعض. المكان ده كان موجود في شارع اخوان خليل بشارع العباس القديم. الناس هنا اتحدوا مع بعض. العيال تقريبا طفل عنده 4 سنين وطفل تاني اقل من سنه تقريبا. الاهالي قال لك هنعمل في العيال ديت ايه؟ هنروح بيهم فين؟ والام اختفت فص ملح وبتاع. الاهالي اتجمعت وبدأوا يفكروا الاطفال دي هنروح بيهم فين؟ في واحده ست قالت لك انا هاخد الطفل ده عندي هرعاه لحد لما يبلغ. وست تانية جت قالت لك انا هاخد برضه الطفل التاني اللي عنده 4 سنين اخليه عندي. بس قبل ده وده الناس جابت لهم لبس. أصالة بقى الشعب المصري بقى كل واحد في مكانه بدأ يطلع ويساعد الأطفال دي. أول يوم احنا رحنا وصورنا معاه واتكلمنا مع الناس ما كانتش عارفة تروح فين. في ناس قالت لك نعمل محضر في اسم الشرطة، بس العيال كان شكلها مبهج جدا. فكان الاقتراح العيال تبات النهارده مع الناس ديت وتاني يوم نعمل محضر في اسم شرطة تاني المحل. وبالفعل ده اللي حصل. تاني يوم الاهالي راحوا اسم تاني المحل وكان معاهم الطفلين وعملوا المحضر وقالوا فيه ان في واحده ست كانت رمت طفلين. هنا الدماغ اشتغل. طب ديت ينفع ترمي عيالها ولا ديت واحده ست سرقاها؟ المباحث اشتغلت على الموضوع ونزلوا مفرغوا الكاميرات اللي موجوده في الشارع. وبالفعل تعرفوا على الست اللي رمت العيال، توصلوا لمكانها وقبضوا عليها. وللاسف الشديد طلعت والدته. جابوا لها الاطفال وعرضوا عليها الاطفال، رفضت تاخد العيال. كارثه حقيقيه بجد احنا كنا عايشين فيها. الشرطه ملهاش حل تاني. التدخل السريع بتاع مديريه التضامن لما احنا نشرنا الموضوع جه وحاول يسعى معانا كتير. المحضر اتعمل، اسم الشرطه بعت المحضر للنيابه. النيابه كان ليها راي تاني خالص. الام رفضت تاخد العيال. طب الاطفال هيروحوا فين؟ قانوني لازم يروحوا دار رعايه. وبالفعل النيابه اصدرت قرارها ان الاطفال يروحوا دار رعايه. بس الاول تعالوا اوريكم فيديو. احنا صورنا مع الطفل اللي عنده 4 سنين. الطفل ده كان في ست واخداه قالت خليه عندي لحد ما يبلغ. تعالوا نشوف لما صورنا معاه كان الناس مراعيين الطفل ده ازاي. احمد انا امبارح طبعا كان معانا لحد الساعه 12 بالليل، فطبعا ما كانش في مكان نبيته فيه، فاللي خدته امبارح موجوده هناك وهنروح نسلم احمد دلوقتي في الاسم بمحضر رسمي عشان خاطر نبقى خلينا مسؤوليتنا قدام ربنا. زي ما شفتوا من التقرير بجد الأسرة سعيدة وبيحبوا الطفل ونفسهم يكون موجود معاهم على طول. بس قرار النيابة إن هو يروح دار رعاية. التدخل السريع جه من مديرية التضامن وخد الطفل ووداه دار رعاية سمول بالمحل. يعني الطفل حاليا موجود في دار رعاية سمول. المشكلة الثانية بقى عندنا في الطفل الصغير اللي عمره حوالي 10 شهور تقريبا أو أقل من سنة. الطفل ده للأسف الشديد لما جم علشان يشوفوا شهادة ميلاده ما طلعش عنده شهادة ميلاد. يعني الكارثة إن الطفل لما أمه ووالده خلفوه ما عملوش ليه شهادة ميلاد. بس الأم اللي خدت الطفل وحبت تربيه رحنا وصورنا معاه. تعالوا نشوف الولد اللي عنده 10 شهور لما صورنا معاه الأم اللي قالت نفسها تربيه عندها كانت بتعامله ازاي؟ السلام عليكم. انا ام ادهم اللي خد اصلا امبارح بالصدفه، فسمعت ان الطفل ده هو واخوه من الساعه 12 دول هم محطوطين في الشارع مع الشيخ ممدوح، ففضلت واقفه متواجده معاهم لحد ما عرفت الحل ايه. فانا قلت لهم انا عايزه الطفل الرضيع دوت، فانا خدته امبارح من الشيخ ممدوح، فخدته وروحت بيه هنا البيت امبارح. اتشطف وكل بس العيل كان تعبان خالص ومرهق. وقمت الصبح جبت له هدوم وطبعا بياخد لبن صناعي، وهو الحمد لله يعني عايز اطمن الجماعه كلهم الناس اللي قلقانه عليه هو كويس وبخير.
واتمنى ان هو يكون معايا على طول. مستوى العالم، على مستوى مصر كلها. فطبعا اطمئنيت، وكنت رايح اعمل محضر الصبح برضه عشان اخلي مسؤوليتي ان هو معايا تمام. وبالنسبه للطفل ده هو زي ادهم وردينا بالظبط وعندي في البيت. لو هيقعد معايا طول عمره، انا عمري في حياتي ما هزهق منه ولا الكلام ده، عشان هو ملوش ذنب في حاجه، هو طفل رضيع تمام. واحنا برضه بنعمل اللي يرضي ربنا. زي ما شفتوا من التقرير الأسرة سعيدة، يعني الست سعيدة جدا وزوجها سعيد، حتى أطفالها فرحين بالولد، وكل أمنيتهم إن هم يعيشوا معاه، برغم إن هم أسرة بسيطة جدا، يعني مفيش ثراء فاحش عندهم، لا الناس بسيطة بس حبت الولد ونفسهم الولد يكون معاه. بس للأسف النيابة قررها إن الطفل يروح دار رعاية في مدينة المحل، بس لحد ما جهزوا الأوراق ويستخرجوا له شهادة ميلاد هيودوه في دار رعاية المحل. احنا كنا لازم نكون معاكم ونكمل ملف. احنا بدأنا معاكم من ساعة البث المباشر، أول ما كانوا في الشارع والناس كلمونا، رحنا وصورنا هناك، فلازم أكمل لكم الملف. كان في كتير منكم كلمنا عايز يساعد الأطفال، وفي منكم قال إن هي مش والدتهم، أكيد واحدة خطفان، إن إزاي ترمي على في الشارع، فكان لازم نكمل الملف. ولحد النهارده انا معاكم وهنتابع كل حاجه لحظه بلحظه. الطفل الكبير راح دار رعايه السموم، الطفل الصغير لسه لحد وقتنا الحالي ما راحش دار رعايه، بس مع الست الفاضله اللي انتوا شفتوها دلوقتي بترعاه على امل ان هي تتبناه بعد كده. اعزائي المشاهدين، وقت البرنامج انتهى، نلقاكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.